هرب بالطيارات على الأقصر في عدوان 56 وتعرض لمحاولتين اغتيال كان هينهي حياته. بيعتبر أصغر قائد حرب للقوات المصرية الجوية، وكان الضابط المفضل لسعد الدين الشاذلي، الرئيس اللي قضى أطول فترة حكم في تاريخ مصر الحديث. أسرار وخبايا أول مرة هتعرفها عن الفريق أول حسني مبارك. مواليد كفر المسلحية في شبين الكوم محافظة المنوفية، كبر وسط أسرة مصرية متوسطة، وفي سنة 1947 انتقل حسني مبارك للقاهرة. في الفترة دي مصر كانت بتخوض حرب فلسطين، وده اللي شجع مبارك إنه يدخل الكلية الجوية عشان يلتحق بالجيش المصري، وكل ده كان في فترة حكم الملك فاروق. اتخرج من الكلية سنة 1950. حسني مبارك وقتها ما كانش معروف، الوثائق بتقول إنه ما كانش وصل لرتبة اللي تخليه يشارك في ثورة 23 يوليو 52. وتمر الأيام ويقابل الشاب الواعد حب حياته، سوزان صالح ثابت. سوزان وقتها كان عندها 18 سنة، أبوها كان دكتور وكانت من أم إنجليزية، تقدروا تقولوا كده إنها كانت من عيلة راقية. اتجوزوا والحياة كانت هادية ومستقرة لحد ما يقرر مبارك إنه يسافر روسيا عشان ياخد دورات تدريبية في أكاديمية فرانز، وبعد ما يرجع يترقى ويبقى محاضر ومدير لقاعدة جوية. لكن للأسف ملحقش يتهنى بالإنجاز اللي حققه عشان تيجي سنة 56 ويبدأ العدوان الثلاثي على مصر. إسرائيل، بريطانيا، فرنسا بيهاجموا الأراضي المصرية، وده كان بعد قرار عبد الناصر بتأمين قناة السويس. مبارك وقت الهجوم كان في القاعدة الجوية في البيس، وطيارته اتضربت وهي على الأرض، وبعدها على طول جاله قرار بنقل كل الطيارات السليمة وإنه يتراجع بيها لقاعدة الأقصر الجوية. وبسبب تنفيذه للأوامر بسرعة وحزم قدر إنه ينقذ باقي الطيارات اللي كانت في القاعدة الجوية. القيادات وقتها أعجبت بيه جدا لأن كان عنده التزام وسرعة لتنفيذ الأوامر. وبعد العدوان الثلاثي رقاه الرئيس جمال عبد الناصر لرتبة أركان حرب في سلاح القوات الجوية. وتيجي سنة 1970 ويستلم السادات الحكم والبلد حالتها متدهورة، سينا في إيد العدو والاقتصاد بينهار بسبب إن الميزانية العامة كلها رايحة للجيش. وهنا السادات كان لازم يتصرف عشان يقرر بعدها إنه هيعين قيادات جديدة لكل الأفرع الرئيسية في القوات المسلحة. وقتها الفريق سعد الدين الشاذلي رشحه لحسني مبارك لأنه بيثق فيه وفي التزامه للأوامر بكل حزم. وبالفعل يتعين الفريق محمد حسني مبارك قائد للقوات الجوية، وده كان قبل حرب أكتوبر عشان يحقق وقتها أقوى ضربة جوية في تاريخ الحروب الحديثة. الضربة تحقق أهدافها وتساهم بشكل كبير في انتصار مصر. وبعد الحرب بفترة جه وقت البحث عن نائب للرئيس السادات، وبدأت أسماء كتير تتعرض عليه، لكنه اختار من وسط كل المرشحين الفريق مبارك. مش عايزك تستغرب، حسني مبارك وقتها كانت تنطبق عليه كل الصفات اللي تخليه مؤهل للمنصب ده. قائد عسكري ملوش تاريخ سياسي، عنده القدرة على سرعة التصرف واتخاذ القرار تحت أي ضغط، وبيتميز بالضبط والربط. مبارك وقتها قال إنه قعد 6 شهور عشان يفهم الشغلانة الجديدة، أصل ده راجل عسكري قضى شبابه كله في الجيش والحروب، ومرة واحدة كده لقى نفسه نائب للرئيس وعنده مهمة جديدة مختلفة جدا عن مهمات الجيش. طبعا دي ما تعديش على رئيس عقر زي السادات، كان فاهم كل التفاصيل دي وكان بياخده زي ظله في كل الجولات عشان يعلمه الحياة السياسية بتمشي ازاي. 5 أكتوبر سنة 1980 تنزل مقالة في مجلة ألمانية للرئيس السادات وهو بيقول فيها: أكبر أمالي إن أتخلى عن الحكم وأتركه لمن هم أكثر شبابا وحيوية. وحسني مبارك يعرف أفكاري وقادر يعبر عن وجهة نظري. ده كان كلام السادات قبل ما يتوفى بسنة، كان قلبه حاسس. وفي ناس بعد كده قالت انها كانت وصيته الله يرحمه. ويجي اليوم المشؤوم سنة 1981 ويتم اغتيال السادات وهو على المنصة، قاعد على الكرسي اللي جنبه حسني مبارك النائب المخلص. بعد الواقعة مبارك حكى عن اللي حصل وقال كانوا لحظة الضرب طلب من الرئيس السادات انه يوطي بسرعه، لكن السادات رفض وفضل واقف مكانه. ودلوقتي يجي السؤال اللي كان شاغل بال كل المصريين: كرسي الحكم فاضي، مصر تبحث عن رئيس. واللي زود قلق المصريين هو محاولة الانقلاب اللي حصلت في أسيوط. والحكاية باختصار إن بعد اغتيال السادات والبلد من غير رئيس وفي حالة تشتت، بيستغل الانفلات الأمني ده مجموعة متطرفة حاولت تستولي على كل الأقسام والمنشآت الحيوية في محافظة أسيوط وتعلن استقلالها عن مصر. لكن وقتها الجيش نزل وسيطر على الموقف، وهنا الناس كانت عايزة بأي شك إن الوضع لازم يستقر. مين بقى أنسب شخص للظروف دي ومتعود على المواقف الصعبة؟ هو النائب حسني مبارك. عشان أول ما تنعقد الانتخابات مصريين بالملايين يجروا على صناديق الاقتراع ويختاروا رئيس للبلاد. أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري
مبارك هنا ما كانش أول مرة يتحط في ظروف صعبة، الموضوع بدأ معاه من أول ما قاعدته الجوية اتضرب وهرب بالطيارات على الأقصر، مرورا بتعيينه قائد للقوات الجوية والبلد في حالة حرب، ده غير توليه مسؤولية مدنية كبيرة زي نائب للرئيس وهو أصلا راجل عسكري. من الآخر الراجل مش أول مرة يتحط في ظروف صعبة، عشان أول خطاب رسمي له قدام الشعب يقول إن القدر هو اللي حطه في المنصب ده وإنه زاهد للسلطة عشان تبدأ بعدها أطول فترة حكم لرئيس في جمهورية مصر العربية. وسوف أرفض لأول مرة أمرا يصدر لي بالترشيح لمنصب رئيس الجمهورية، ولكن هكذا جاء قدري. مبارك أول ما مسك الحكم ما كانش عايز يجي ناحية أي حاجة وهو لسه مش فاهم الدنيا ماشية إزاي، فقرر إنه هيحتفظ بالحكومة والوزارات زي ما هي، وعشان يكسب حب الناس وثقتهم أفرج عن كل المعتقلين سياسيا واتبع سياسة الحوار عشان ما يصطدمش بالأحزاب والتيارات وهو لسه ما عندوش شعبية. مبارك وقتها كان عايز ناس حواليه يكون هو اللي مختارهم، لكنه كان محتار بين أهل الثقة أو أهل الكفاءة، عشان بعدها يجيله فرصة ذهبية ويتقدم له عرض إنه يبقى رئيس الحزب الوطني، عشان بعدها يعتمد على رجالة الحزب في تقوية نفوذه وزيادة شعبيته. وبالفعل الحزب اشتغل على ده وبدأ تسويقه للناس وللشعب بفكرة إنه صاحب الضربة الجوية اللي جابت النصر لمصر في حرب أكتوبر. والظروف تردم مبارك عشان تيجي سنة 89 وتعلن محكمة جنيف في سويسرا إن طابة مصرية، وياخد مبارك الكريدت كله في تحرير باقي الأراضي، وشعبيته بقت تزيد يوم عن يوم. أول 10 سنين في حكم مبارك كان نشيط جدا، جولت في المصانع، تنفيذ مشاريع جديدة، انتعاش في الاقتصاد، تأسيس المترو، وفتح الباب قدام كل رأس ماليين. ووقتها عين رئيس جديد للحكومة وهو الدكتور علي لطفي عشان يدير الملف الاقتصادي، لكن شهر العسل في سنين حكم مبارك الأولى كانت خلصت، وده بسبب تدهور الوضع الاقتصادي ووصول معدل التضخم لأكثر من 30%، والدولة المصرية بدأت في الاضطراب وانتشر في البلد مظاهرات كتير لأسباب سياسية واجتماعية، واللي سحب الفتيل بتاعها كان انتشار شائعة مد الخدمة العسكرية سنة إضافية. وقتها فشل وزير الداخلية أحمد رشدي في احتواء الأزمة واتدخل الجيش بقيادة المشير أبو غزالة وتصدر المشهد وقتها في دور المنقذ. بعدها انتشرت شائعات كتير عن تخبط بين قيادات الجيش والرئيس، وطلع كلام عن صراع خافي ورا الكواليس بين مبارك والمشير أبو غزالة، وده بسبب طموح أبو غزالة في السلطة. مبارك لما لقى الكلام كتير حوالين القصة دي قام لعبها بذكاء وعزله من قيادات الجيش واداله منصب شرفي وهو مساعد للرئيس في شؤون الأمن القومي. اقتصاد البلد كان بينهار لدرجة إن وكالة رويترز الأمريكية نزلت مقال بعنوان مصر على حافة الإفلاس، عشان تيجي سنة 1990 اللي كانت طوق نجاة بالنسبة لمبارك. وفي السنة دي تحديدا قرر صدام حسين إنه يغزو الكويت ويضمها كمحافظة تابعة لمحافظات العراق. مبارك بيحكي إنه لما جاله خبر غزو العراق للكويت ما كانش مصدق وقال كده بالنص: أنا جاني شلل في التفكير، ما كنتش مستوعب اللي حصل. ويتحط الرئيس المصري في أول اختبار عربي، هل يتدخل ويتحط في موقف إن جيش عربي يحارب جيش عربي، ولا ما يتدخلش وتفقد مصر دورها في قيادة العرب وقتها؟ هنا مبارك قرر انه يضرب عصفورين بحجر واحد، هيتدخل لمساعدة دولة شقيقة زي الكويت، وفي نفس الوقت هياخد قبلة حال الاقتصاد المصري في صورة شطب الديون المستحقة على البلد. وقتها مبارك عمل اجتماع هادف في جامعة الدول العربية وجمع كل رؤساء العرب عشان ياخدوا قرار في الأزمة. وفي نفس الاجتماع حصلت مشادة كبيرة بينه وبين معمر القذافي زعيم ليبيا. القذافي كان رافض نهائي فكرة التصويت على حرب ضد العراق، لكن الرئيس مبارك نفذ اللي في دماغه وقام بنفسه عمل التصويت. وقتها الدول اللي كانت مؤيدة للتدخل هي السعودية، الإمارات، الكويت، وسلطنة عمان، قطر، والبحرين. المملكة العربية السعودية موافق؟ فشل مع القرار. الكويت مع القرار. دولة الإمارات العربية مع القرار. قطر، سلطنة عمان مع القرار. البحرين مع القرار. مصر. وبالفعل تنتهي الحرب ويتراجع جيش صدام حسين من الكويت، ويثبت حسني مبارك انه قائد لكل العرب وانه يقدر بكلمة منه يحرك جيوش كاملة، عشان بعدها بسنة يتشطب 31 مليار و500 مليون من ديون مصر، والرقم ده وقتها كان بيمثل نص ديون مصر كلها. لكن طبعا الحلو ما يكملش، ويتعرض حسني مبارك لمحاولة اغتيال في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا. وقتها مبارك كان هناك مع وفد مصري لحضور القمة الأفريقية، لكنه نجا من محاولة الاغتيال دي بأعجوبة. بيحكي مبارك عن الحادثة وبيقول: واحنا ماشيين في الموكب قطع علينا الموكب عيل صغير ماسك رشاش وقام مدور الضرب فينا، راح مميل عليا الرئيس الأثيوبي وبيقول لي: اهدى اهدى. قلت له: انا هادي، ما يعرفش كان بيحصل معايا ايه وانا في الجيش. شوية رعاع
انا لمحت واحد منهم اللي كان دخل علينا برشاش وماشي عيال بيتكون. هو الحقيقه رئيس الجمهوريه بقى مضطرب جدا ومتضايق ومش عارف ايه ده، وقعدنا قال لي ايه ده؟ قلت له لا ده انا هادي قوي، تخافش يعني مفيش حاجه. واللي كان له الفضل في نجاة مبارك وقتها هو اللواء عمر سليمان، هو بنفسه اللي اصر ان الرئيس يركب العربيه المصفحه وقتها، ومن يومها مبارك مدين له بحياته، بقى يثق فيه ثقه عمياء وهيخليه بعدها بمثابه دراعه اليمين. اوعى تفتكر ان دي كانت محاوله الاغتيال الاخيره اللي مبارك اتعرض لها. سنه 1999 واثناء تفقد مبارك لمحطه الحاويات في مدينه بورسعيد، اخترق الموكب واحد اسمه السيد حسن محمد سليمان، كان في ايده آلة حادة حاول يطعن بيها الرئيس، لكن واحد من الحرس حط ايده بسرعه قدامها واتصاب، وينجو مبارك منها بعجوبه، لكنه تعرض لجرح سطحي خفيف عشان بعدها يعين مبارك حبيب العدل وزير الداخليه. ده بقى رفع شعار الشعب والشرطة بخدمة الوطن. 2003 أمريكا تعلن الحرب عن العراق وتطلب مشاركة الدول العربية. الرئيس مبارك رفض التدخل، لكنه سمح للمعدات الأمريكية وحاملات الطائرات المرور من قناة السويس، وبسبب الضغوطات اللي زادت عليه من الداخل والخارج وقتها بخصوص موقف مصر في الحرب ضد العراق، تتدهور صحة مبارك جدا للدرجة اللي خلته يقع من طوله وهو بيلقي خطابه في مجلس الشعب في مشهد درامي ومؤثر قدام كل الشاشات المصريين. وقتها الإذاعة والتلفزيون قرروا قطع البث فورا والناس تخش في حالة ذعر والفوضى تنتشر. بعدها يسافر الرئيس لألمانيا وتحديدا في أحسن مستشفى في ميونخ عشان يتعالج، واتقال وقتها إن الرئيس بيعمل عملية زرع غضروف بين الفقرة الرابعة والفقرة الخامسة، ويتولى شؤون البلاد وقتها رئيس الوزراء عاطف عبيد. في غياب مبارك عن البلد استغل بعض الناس حالة الفوضى ونزل للشارع الآلاف بيتظاهر، ووقتها عملوا حملة اتسمت بكفاية، واختاروا الاسم ده عشان يوصلوا للرئيس مبارك ان كفاية حكم لحد كده، عايزين حد غيره، عشان لما يرجع مبارك من رحلة العلاج ويلاقي الوضع كده يقرر تعديل الدستور وتحديدا المادة 75 واللي بتنص على إتاحة أكتر من مرشح في الانتخابات الرئاسية، ويمتص مبارك بالقرار ده غضب المصريين قبل انتخابات 2005. لسه الحكاية ما خلصتش، لكن عشان ما نطولش عليك هنعمل جزء تاني هنكمل فيه باقي الحكاية، ولو عجبك الفيديو اعمل لنا لايك وسبسكرايب عشان تشوف الجزء التاني وتعرف الخلاصة. سلام.